7 ألوان، 7 أيام، 7 أراضي، 7 سماوات، 7 7 7. أنت لو هتبص هتلاقي إن رقم 7 في ال7 ألوان هي كل الألوان اللي العين المجردة بتقدر تشوفها. لكن بقى في ألوان إحنا ما بنقدرش نشوفها. ممكن مثلا الألوان الفوق البنفسجية أو ألوان الأشعة الحمراء، وبالتالي إحنا هنبص هنلاقي الديك ممكن يشوف الملائكة. في بقى بشر شافوا النور، والنور الحقيقي اللي جاي من الطبقة اللي ما بين الطبقة السابعة والثامنة في تدرجات شريحة الكون اللي كانت متقسمة على 8 مستويات زي ما العلماء في الهندسة الحيوية اتكلموا عليها. الخط اللي ما بين طبقة الحياة الدنيا وطبقة النور اللي الناس شافوها، في حقيقي ناس شافوها وعادوا من الموت وشافوها، وكلهم أجمعوا إن هم شافوا هالة من النور داخلة عليهم. والنور ده في منه شافوا بمنتهى الوضوح بعض من الأموات وجم قالوا لهم مش وقتكم، ارجعوا. زي واحدة اسمها خلود وواحد اسمه حسن، وأمثلة كتيرة جدا على مستوى العالم اللي كانوا في غيبوبة، وأثناء الغيبوبة فعلا شافوا حاجات كلها أجمعوا على إنهم انتقلوا من وعي لوعي تاني. وهو ده اللي أنا بتكلم عليه، الوعي الروحاني، الوعي اللي بيخليك تشوف وتحس بقلبك بكل طبقات الكون اللي موجودة اللي ربنا سخرها لينا، مش علشان إن إحنا نعيش الحياة الدنيا، لا، في حتت كده لازم تبقى أنت تكونكت القلب بتاعك معاها، ودي اللي بتزود الوعي الروحاني عندك، وبتشوف عندك نوع من الشفافية بقى، وبتشوف عندك نوع من الصفاء، وبتقدر تتواصل مع ربنا. فايدة اللي أنا بقوله ده إيه في علم النفس؟ إحنا قلنا قبل كده، ولو راجعوا الفيديوهات اللي قبل كده هتلاقوا إن علم النفس بيتكلم على حاجة من صميم حياتك. يعني الكرة الأرضية لما بدأت قلنا إن هي بدأت بذرة اسمها سايكن، وارجعوا للفيديوهات اللي قبل كده اللي فيها حس وفكر. وبالتالي كلمة حس دي عندنا احنا عايزين نحس احساس تاني في الفيديوهات اللي احنا بنتكلم فيها دي. ليه؟ كل ما انت عرفت تكوين الكون ايه، كل ما هتعرف انت قلبك ماشي رايح فين، كل ما وعيك هيزيد، وعيك الروحاني هيزيد، استقرارك النفسي هيزيد. علشان كده عطيتك نبذة بسيطة جدا، الليفل البسيط اللي ما بين الوعي الدنيوي اللي فيه الأشعة الكهرومغناطيسية اللي احنا بنشوف بيها بالعين المجردة كل حاجة محسوسة قدامنا، وبعدين الرؤية بقى بالحاجات اللي بتطلعك فوق عند درجة أعلى في الروحانيات، وده اللي انت بتشوفه في الوعي الأعلى. علشان كده في ناس كتير لما بتحلم وبتشوف رؤية، لما بتبقى في غيبوبة وبتشوف حاجة، دول بيبقوا أصحاب الشفافية العليا اللي ربنا سبحانه وتعالى اصطفاهم علشان يخلي قلبهم البيور ده يشوف حاجات مش موجودة في الدنيا، بتديهم دعم، بتديهم رسائل ربانية، بتديهم حس روحاني حلو، وبتديهم توازن نفسي. مع الفيديوهات اللي جاية هنستفسر أكتر وهنشوف أكتر طبيعة الكون وإيه علاقته بنفسيتنا وروحانيتنا. ويا ريت لايك وسبسكرايب ما تنسوش وتابعونا. شكرا، سلام عليكم.